المداخلة حاولت أن أعكس الصورة، أن تنطلق أو أنطلق من فكرة الاحتفاء والغرام والعشق الكبير للثورة الجزائرية في المأثور الفلسطيني، بمعنى كيف تجلت الإبداعات الفلسطينية أو الأدبية عموما، كيف رأت هذا الحضور الجزائري. كما تعرفون الوشائج والأواصر المتوطدة بين الشعبين الشقيقين من حب ووفاء ونضال، لكن الحضور الفعلي في مجال الأدب أجده ضئيلا ومحتشما في سياق الأدب الفلسطيني، وهذا تقصير منا نحن الجزائريين، خصيصا لأننا لم نفتح دائرة البحث في هذه النقطة تحديدا. في الزمانات الماضية كما يقول الإخوة المشايخة، وجدت الدكتور عبد الله الركيبي في سنة 1975 في مجلة الآداب البيروتية استفاض في دراسة موسعة نوعا ما تحت عنوان القضية الفلسطينية والنهج الجزائري الحديث. في هذه الدراسة وجدته قد ألمح إلى العديد من القضايا فيما نسميها في مجال النقد التماس والسرقات العلمية والاقتباس والتضمين وما شابه ذلك، لكن دون الاستفاضة والتعريف لأن الحضور ربما تتركوا هذه المصطلحات. حاولت أن أجد مدخلا لهذه الدراسة يجمع بين الأدب الجزائري في ذات الوقت واختلاف المكان والزمان. كان يكون الشاعرين أو الأديبين مختلفين زمانا ومكانا، لكن التقيا على فكرة واحدة. فيما كتبه الشاعر الكبير محمود درويش، وكذلك شاعر المرأة نزار قباني، والذي هو في الحقيقة من الأصول الفلسطينية، في قصيدته جميلة هذه ليست بالمعنى الحقيقي يقصد بها جميلة بحيرة، بل هن جميلات الجزائر عموما، وقد تمثلن في ذلك الوقت في 3 شخصيات أو 3 نساء، هن جميلة بوباشا، جميلة بوعزة، وجميلة بحيرة. يقول فيها الاسم جميلة بحيرة، رقم الزنزانة 90 في السجن الحربي بوهران، والعمر 22، عينان كقنديلي معبد والشعر العربي الأسود، عينان كقنديلي معبد والشعر العربي الأسود، ويد تنضم على القرآن والسجاد، وهكذا إلى آخر القصيدة. وجدت كذلك محمود درويش في إطار فصيح حتى لا أبخس حق الشعر الشعبي، سوف أتطرق له باستفاضة. يقول في أحد مطالع قصائده: في بلاد كل ما فيها كبير الكبرياء، شمس إفريقية على أوراسها إبان. هنا محمود درويش في هذه القصيدة والتي زجت به في السجن كان مطلعا عن الجزائر، يعني أذكر أي شيء عن الجزائر، حتى أكرمكم الله قطها أو كلبها أو حمارها أو حيوانها يأخذونك مباشرة إلى السجن. لذلك هو بعد ذلك حاول منه أن يحذف هذا البيت، لكن الرجل تمسك به لعزة في نفسه وإباء منه. ذهبت ونبشت في الشعر الفلسطيني الشعبي، وجدت أن هذا الشعر له طبوع مثل ما عندنا نحن. من بين الطبوع الكثيرة الموجودة عندهم ما يسمى بالعتاب والميجنة. العتاب والميجنة تقدم على أساس أغاني فلسطينية، هذا عند الرجال. فيما عند النساء هناك ما يسمى بالبكائيات أو الآهيها، وربما الأخوات تعرفها في المسلسلات السورية، واحدة كي تروح تندب على واحد تقول له آهيها وتكمل أخيا، هي تندب عليه نوع من النداب يعني معنوية. في التراث الجزائري لدينا القصيدة الشهيرة، وهي قصيدة لأحد النساء البطلات الشهيدات، وهي عايشة العييدية من جهة البرج، نظم القصيدة في 17 مايو 1935، وهي قصيدة الطيارة الصفراء. بتقول يا الطيارة الصفراء حبسي ما تضربيش، عندي فرد خي ولا راس خي، الميمة ما تضنيش، الله ربي شرحي بالشهداء، السي امي ما تبكيش، طالع الجبل ومره نديش، الضيف اللي جانا يكركر في البرنوس هو سي ميروش، انا اللي ما عرفتوش. هذه في 35 تمشي الاقدار وتجي الاقدار في 1979 يقدم لنا الفنان الملتزم اللبناني مرسي خليفه قصيده هي عنوانها على الطياره، وصاحبها مجهول الهويه. انا ما نقدرش نحكم باللي كان سيقات شعريه في هذا السياق لانه لازم لها بحث كبير. هذه تقول القصيده: كان في مرة طفل صغير عم يلعب بالحارة، عم يفتش على خيطان، تيطير طيارة يطلع بالجو قال مدري شو عم يلمع، شوفوا الطيارة جاي لعندي طيارة، هاي طيارة كبيرة ما بدي خيطان، جوانحها أكبر من بيت الجيران،
فرفح قلبه وطار على جناح الطيارة إلى آخر القصيدة. ثم يقول: وسنا كلها أسرار، حكيت له بكل الأسرار، وقف بالساحة ينده بالفاقة، كان هدير الطيارة أقوى من كل الأصوات، تجمعوا الولاد وفاتوا باللعبة، وهي هزت البلاد قصته مثل الكذبة، والهدير تحول لدخان كبير ومدري شو صار، الطيارة حاملتني بالقصف والأشعار. يعني لو كان نهزوا النص أو محتوى القاموس اللغوي والمفردات الموجودة في كلا النصين يجب تطابقا كبيرا. الأولى طيارة تقصف وتقتل وهي تترجاها وتوصلها، هي الطيارة ما تقصفيش. نفس الفكرة اللي عند الطفل الصغير، كان يريد أن يلعب بطائرة ورقية، لكن صدفة عندما رأى الطيارة الحقيقية تمنى أن تكون له هذه الطائرة. مشيت شوية في الزمان ووصلت للشعراء المحدثين. عندنا عملاقين كبيرين في الوطن العربي، اللي هو الشاعر الفلسطيني تميم المربوطي، أصيل السيدة الكريمة رضوى عاشور الأديبة والمؤلفة، وهو في ذاته أستاذ في العلوم السياسية بجامعة بيروت. هو ينظم في الفصيح لكن عنده قصائد في الشعبي رائعة جدا. من بينها قصيدة يتكلم فيها على لسان الجدة تاعو اسمها ستي أم عطاء، ودرت مقابلة بينه وبين قصيدة الأستاذ توفيق لقيت نفس الشيء، هناك تشابك وتشابه كبير بين الأفكار. يقول تميم على لسان جدته، يعني كأنها قصيدة مروية: هاتوا الجريدة تنقرأ ونشوف شو صار في البلاد مين تولاها، طمنوا ستي أم عطا بأن القضية من زمان مندوب وهي زي ما هي، لسه بالفاصل القناصر عليها زي ما تفاصل الهجرية، لكن اطمني وصلنا معاهم بين 6 و6.5%. 6 الأولى يقصد جديته، و6 الثانية هي يعني المفاوضات اللي تتعاطى هذه بينهم وبين اليهود. يا ستي بيطلع لهم حيفا ويافا ونخر خيفة وساسة على البرية، وإن دولة يحرسها طير السنون، يا أم عطاء بس لبسوه رتب عسكرية، والسنون إله خطط اقتصادية، والسنون إله خطط أمنية، والسنون عم يتبدل بالعنف ويعلن التزموا الكامل بالاتفاقية، وإن برضو يا ستي سجادة حمراء والسنون يلقي عليها التحية، لنبدأ يلمح الناس في الجامعة العربية، وإن قمة يدعو إليها السنون يعقدوا عليها الجامعة العربية. حيوا برج الحمام وحيوا حمامه من ملوك المحبة والأخوية، يا حمام البروج يا موالينا يا دوا الجروح، يا شفا البردية يا شداد الخطر على أعادينا، وحبكم إنا حب قيس للعامرية. راح أقول اللي قالوا طوفان اللي قبلي أخو فدوى بنت العروق الزكية، في يدنا بقية للبلاد فاسترجلوا حتى لا تضيع البقية. هذه القصيدة تحت مين؟ عندها المقابل بتاعها بيقولوا أستاذ توفيق: حروف شعر فلسطين حبة حبة والشعر حي وزنادي في هذا العام، كلامي عن فلسطين ما هو كذبة، وإذا كنت قاسي والله ما كلام، مرسم بينا كانت هي الكعبة، هي العز والشرف زينة الرسام، حكام الدم لبسوا الحافل الحجبة، وفي ظهر فلسطين رشقوا السهام، إسرائيل العاهرة أكرمكم الله سطحت ذيك العقبة، والأقصى كان يرفرف فيه الإعلام، سيفك يا صلاح ما بقات له رهبة، وتهوي العرب جناوه من الأوهام، عوام الذل حملتهم في رحبة، والرياح العاتية جابت ذريان، الطالب رومي واليهودي كتبة، ذاك الحرس مرسوم فيه سهام، بعد الحضورة رجعت طريقنا عقبة، واللي كان ذليل ينخر في الأرحام، قالوا عش فراخي لربي متربى، ذيب الغابة طابوا فيه المقام، لا عربة لا عرب لازم الرتبة، الخيانة في دمهم ظهرت في هذا العام، لا حرمة دنيف كاع ولاد ربة، خذلتونا يا هوت من المحيط للدمام، جلابة وقال كانت بكري هيبة واليوم صارت في ظهرها وشام رسام، نطلب ربي يحيي أهل النكبة وينحرهم من الكفاء قليل في الأقزام، دم الشهيد يسقي ذيك اللبة وترجع مجالنا كي كانت الأيام، ياك جدودنا كانوا صهيون حربة ونرجع شرف العرب مهمة ومقام، والجزائر أمنا ديما الأحرار قبة، بلد المليون تاريخ موجوهات.
متقاصدتين من ناحية المعنى، يعني الأهداف والأفكار كاين نفس الأفكار ومرتبة ترتيبا متسلسل. بمعنى ما نلقاوش مثلا أستاذ توفيق أعطى فكرة معينة إنه نبداو بالتحرر وبعد نرجعوا للتفاوض ولا العكس الآخر، لا، نمشيو كيما التنسيق العسكري، لأنه بين قوسين الرجلين لديهم نفس التكوين. التكوين اللي عند أستاذ توفيق واللي عند تميم عندهم خلفية عسكرية وسياسية، يعني يعرفوا ولاية الخطوة اللي تجي الأولى والثانية والثالثة حتى يقفلوا القصيدة، وبالتالي بناء سردي ذا نفس شعري متطابق عند الرجلين. خلاصة الحديث وجدت الخصائص الموجودة عند الرجلين أن لهما لغة فاعلة تدل على الوجود والفاعلية الشعرية ما بين الحركة والسردية، ثم لغة متسائلة فلغة النداء واقعا ورمزا، ثم لغة حدثية تنفتح على التخصصات. ولا أكيد أن الرجلين لديهم من الثقافة العالية مما يبوئهما حتى يكتب الكثير من المصطلحات التي يعرفها المثقف عادة. وشكرا وإليك الخامس الدقائق.